يمر من الله الأسماء التي لا تبدأ هنا أساسيا. إنجليزي واحدة من أقدم بطولات العالم، وفي بطولة رياض محرز من هذا المكان. رياض يتقدم بكرة ملعوبة من اليمين، الآن يمضي بكرة ملعوبة من الجهة اليسرى، ولكن سترسل من هذا المكان رياض بعرضية ولكنها تبعد بهذا الشكل إلى رياض من هذا المكان. كالفين فيليبس يأتي بالممتاز لفريق نادي مانشستر سيتي. خطيرة هنا الملعوبة إلى الأمام. الله إلى رياض من هذا المكان، عاد بها، استحوذ على كرة، هنا كرة إلى الأمام، خطيرة المحاولة، الله على محاولة. رياض يحاول، رياض يسعى، رياض يتقدم بكرة ملعوبة. أستون فيلا أمام برايتون، كرة ملعوبة إلى رياض، مرسولة لمصلحة رياض محرز القادم من توتنهام، وتوتنهام إلى جانب ليدز في مباراة الجهة اليمنى. رياض محرز الآن، رياض تعادل في هذه المباراة مرة، لكن يا له من موسم شهد عقوبة في الجهة اليمنى بانطلاقة إلى الأمام بكرة في مارس، كان ذلك في مارس من عام 1900. لكنها العودة إلى الأمام، هنا الخطر المتواصل ولكن وصل. ترسل كرة بهذا الشكل. الآخر 4 مواسم له في بطولة الدوري، يعني فريق الكثير من الألقاب. هنا كرة مضت ولا في آخر أشواط بطولة البريمير ليج. محاولة وولفرهامبتون الأكثر تألقا على ملعب توتنهام، الفريق الجريح المتخبط هذا الموسم. محاولة ستلعب لمصلحة رياض، لكنها الفريق الذي لم يحدث أي تغيير، بينما هنا التغيير، هنا بكرة القدم. هنا محاولة أمامية، محاولة أمامية عرضية خاصة بعد أن حسم في المباراة الأول. هل يأتي؟ لا يأتي. رياض انطلاقة لريمان، عملية الإبعاد وإلى خارج لمصلحة رياض داخل منطقة الجزاء. لكن رياض الآن، رياض شر من مايو، ما هو حال السيتي. وهنا العرضية المرسلة خطيرة. الله في ظل الحديث عن اللا خسارة في 25 مباراة، تأتي يبدو للخسارة الآن، يأتي الخسارة أو تأتي الخسارة ويأتي السقوط الآن في هذه. رياض الآن، رياض يتقدم، رياض يحاول، رياض يسعى الآن، رياض محرز يتقدم، رياض يسعى بعرضية ويسعى بكرة مرسولة إلى الأمام خلف الدفاعات، خطيرة لمصلحة مانشستر. الكرة الله لا تزال يا الله. الخسارة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة سكوب دي زاد في كل مكان. إن كنت أول مرة تشاهدوا قناتنا فلا تنسوا أحبابنا في الله اشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. متابعينا الكرام، رياض محرز مع موعد تاريخي مرة أخرى للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. من المرتقب أن يلتقي فريق مانشستر سيتي بفريق انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. أصداء عديدة تشير إلى أن رياض محرز سيشارك في هذه المباراة بشكل أساسي مع فريق مانشستر سيتي في ظل غياب جريليتش المصاب. رياض محرز قدم مستويات عالية مع فريقه مانشستر سيتي هذا الموسم، ومن المرتقب أن يفوز رياض محرز برباعية تاريخية مع فريقه مانشستر سيتي هذا الموسم. وأنتم متابعينا الكرام، ماذا تتوقعون في هذه المباراة؟ هل تتوقعون أن بيب غوارديولا سيشرك رياض محرز منذ البداية في المباراة النهائية أم لا؟ شاركونا أحبابنا في الله بتوقعاتكم عن طريق التعليقات، ولا تنسوا مشاهدينا الكرام في الأخير الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو، ولن نبخل عليكم بأي جديد إن شاء الله. قناة سكوب دي زاد، موطن الأخبار الحصرية. تابعونا أحبابنا في الله وكن أول من يعلم. سلام.